يبدأ الفيلم مع فريق المرتزقة المكون من أكبر وأقوى مقاتلين في أمريكا ومع كيماويات في ليبيا أثناء ما كان بيحصل عليه هجوم شرس، وبتقتحم عصابة المصنع وبيخلصوا على كل الجنود الموجودين فيه. وبينزل رئيس العصابة رحمات وبيروح يصيب جندي بسلاحه وبيسأله عن مكان الجنرال فيزان، ولما الجندي بيعرفه على مكانه بيخلص عليه. وبيتنكر رحمات في لبس جندي وبيدخل لبيت الجنرال وبيقدر ينهي حياة الحراس وبيبان انه قوي جدا، وبيروح للجنرال وبيطعنه بخشبة وبيخلص على مراته وبيهدده انه هينهي حياة ابنه لو ما تكلمش. وهنا بنعرف ان رحمات بيدور على رؤوس صواريخ نووية، ولما بيعرف مكانها من الجنرال بيخلص عليه هو وابنه من غير رحمة. وفي نفس الوقت بيروح بارني لبيت كريسماس وبيسمعه هو بيزعق مع حبيبته الجديدة جينا، وبنعرف انها عضو جديد في فريق المرتزقة، وبيحاول بارني يهديها لكن هي بتسخر منه وبتطردهم من البيت. ووقتها كريسماس بيسأله عن سبب وجوده وبيعرفوا ان خاتم الحظ بتاعه اتسرق اثناء قتاله في حانة، انه مصاب ومش هيقدر يشتبك مع العصابة، وبيطلب منه يرجعه له. وبيوصلوا للحانة وبيشاور بارني على العصابة اللي سرقوه، وبيروح لهم كريسماس وبيدخل معاهم في قتال شرس جدا وبيقدر يفقدهم الوعي بسهولة. وساعتها بيظهر شخص عملاق وبيهجم على بارني وبيشيلوا بارني وبيوقعوا على الارض وبيفقدوا الوعي، وبياخد الخاتم بتاعه وبيخرج من المكان. وفي نفس اليوم بيجتمع الفريق لأن عندهم مهمة جديدة، وبنشوف إيزي وبنعرف إنه جندي سابق في القوات الخاصة وفي نفس الوقت عضو جديد في فريق المرتزقة، وبيتعرف على باقي الفريق. وكمان بينضم ليهم جالان ابن جاليجو. وساعتها بيدخل عميل من وكالة المخابرات اسمه مارش وبيعرض عليهم ملف رحمات وبيفهمهم إنه كان مواطن بريطاني لكن اتحول لتاجر سلاح، وانه خد فلوس كتيرة من عميل متطرف اسمه اوسلوت في مقابل انه يسرق صواريخ نووية، وبيفهموا ان ما ينفعش الرؤوس النووية تقع في ايد حد لان لو حد استخدمها هتحصل فوضى دولية وهتقوم حرب عالمية. وبيطلب منهم يهبطوا على مصنع الكيماويات ويتأكدوا من وجود الصواريخ. وبيتحرك بارني وفريقه على المصنع، ولما بيقربوا بيصيبهم صاروخ، وساعتها بارني بيشغل مضاد الصواريخ وبينجح انه يهبط، وبيخرج الفريق بعربيات من الطيارة وبيروحوا لمكان العصابة. وبيكون رحمات خد الرؤوس النووية وخرج من المكان، وبيحاول جانر يخلص عليه بس مش بيقدر يصيبه، وبيركب رحمات عربيته وبيمشي. وقتها بيحصل تبادل اطلاق نار قوي بين الطرفين وبيدخلوا المخزن، وبيقدر ايزي انه يخلص على عدد كبير من الجنود، وبينط كريسماس على عربية من عربيات العصابة وبيستولي عليها. وفي الوقت ده بارني بيصيب باقي الجنود بصواريخ من طيارته وبيفجرهم، وبيوصل كريسماس لعربية رحمات وبيحاول يصيبه بسلاحه وبتتصاب طيارة بارني بصاروخ. ولما كريسماس بيعرف بيخاف جدا عليه، فبيطلب منه بارني انه يركز على المهمة، لكن كريسماس بيرفض وبيروح عشان يساعده. وقتها الطيارة بتقع وبتنفجر، وبيوصل كريسماس عند الطيارة وبيشوف جثة بارني وبيزعل عليه جدا. وبعدها كريسماس بيقعد في حانة وبتروح له جينا وبتواسيه، وفي الوقت ده بيظهر مارش وبيتكلم كريسماس معاه وبيفهمه انه عايز ياخد حق صاحبه، لكن مارش بيعرفه انه خرج من الفريق لانه عصى الاوامر وتسبب في فشل المهمة. وبيعين جينا قائد للفريق بدل بارني، وساعتها كريسماس بيتعصب جدا وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح كريسماس البيت وبيطلع خاتم بارني وبيكون مفتقده جدا ومش بيستسلم، وبيقرر ياخد حقه وبيروح يقتحم بيت جينا وبيفتح الخزنة وبيشوف ملف رحمات. وفي الوقت ده جينا بتشوفه وبتبقى عارفة انه عاوز يسرق الملف، وبيتفهموا ان المعلومات اللي موجودة فيه مش سرية وانه يقدر يعرفها من اي شرطي. وبيطلب منها كريسماس انه ينضم للفريق لكن هي بترفض وبتفهمه انها بتنفذ الاوامر. وتاني يوم بيصحى كريسماس من النوم وبيطلع جهاز وبيقدر يحدد مكان جينا، وبنعرف انه اداها آلة حدية هدية وكان زارع فيها جهاز تتبع عشان يقدر يوصل لمكانها. وبيوصل كريسماس لتايلاند وبيروح يسأل عن عامل في حانة عن شخص اسمه ديشا، وبيعرفوا العامل انه ما يعرفش حد بالاسم ده. فبيخرج كريسماس وبيشوف وشم العصابة على واحد من المراكب وبيروح علشان يركبها، وبيشوف عامل نظافة واقف جنبها وبيسأله عن ديشا، وبيعرفوا عامل النظافة ان ديشا فارق الحياة. ولما كريسماس بيروح يركب المركب بيهجم عليه عامل النظافة وبيحاول يمنعه وبيفهمه انها مش ملكه، بس بيلاحظ انه لابس الخاتم بتاع بارني فبيسأله هو جابه منين، وبيعرفوا كريسماس ان بارني فارق الحياة وانه محتاج لدينا علشان يساعده ياخد حق بارني. ووقتها العامل بيتأثر وبيفاجئ كريسماس وبيفهمه انه ديشا، لكن بطل يستخدم الاسم ده من زمان علشان يعيش حياة هادية ويبعد عن المشاكل. وبيعرفوا ان انهاء حياة بارني هيرجعوا الاسم ديشا تاني علشان يساعد كريسماس وياخد حقه من اللي اتخلصوا من صديقهم. وفي نفس الوقت بيجهز الفريق اسلحتهم وبيعرفهم مارش
إن رحمات سرق سفينة شحن تايلاندية وهيبيع الرؤوس النووية عليها، وإنه جاله معلومات إن أوسلوت كمان على السفينة، وبيطلب منهم يقبضوا على أوسلوت ورحمات ويستولوا على الصواريخ، وبيعرفهم إنه هينضم لهم في المهمة. وبعدها بيوصلوا للسفينة وبيستخدموا الباراشوت وبينزلوا عليها، ولما بيدخلوا لأوضة القيادة مش بيلاقوا حد من العصابة، وبتكون العصابة مستخبية، وبيخرجوا وبيحاصروهم وبيقدروا يتغلبوا عليهم ويحتجزوهم. وبيتكلم مارش وبيكون فاكر ان كريسماس خانهم وقال لرحمات على ميعاد المهمة، وهنا بيدخل عليهم تيل المساعد بتاع رحمات وبيصوب سلاحه على مارش وبياخده معاه. وقتها بيوصل كريسماس للسفينة وبيستخدم كاتم صوت لسلاحه وبيروح يدور على رحمات، لكن فجأة بيوقفوا فرد من العصابة وبيطلب منه يرمي سلاحه، وساعتها كريسماس بيهجم عليه وبيطعنه بآلة حادة وبينهي حياته. وبيتكلم رحمات مع روسو رئيسة المخابرات وبيطلب منها تحرر شخص من السجن اسمه باي وإلا هيخلص على فريقها، وبتخاف روسو وبتنفذ كلامه. وبيشوف كريسماس الجنود وهم بيرفعوا علم أمريكا على السفينة، وبنعرف إن رحمات عاوز يصيب روسيا بقنبلة نووية علشان يقوم حرب بينها وبين أمريكا. وفجأة كريسماس بيشوف مجموعة من العصابة وبيهاجمهم بأداة حادة وبيخلص عليهم بسهولة، وبيدخل أوضة وبيقضي على الحراس اللي فيها. وفي الوقت ده بيتكلم رحمات في اللاسلكي مع حد من رجالته، وبيتصدم ان كريسماس هو اللي بيرد عليه، وبيعرفوا رحمات ان رجالته في طريقهم علشان ينهوا حياته. وبيكون كريسماس شجاع وبيفهموا انه مستنيهم. وبيخرج كريسماس وبيبدأ يصيب في العصابة وبيقضي على عدد كبير منهم، وبيروح عشان يحرر فريقه، لكن العصابة بتحاصره. فبيركب موتوسيكل وبيصيب الجنود بطلقات بتخترق جسمهم، وساعتها بيشوفوا تال وبيضرب عليه صاروخ، بس كريسماس بيقدر يتفاداه وبتحاصروا العصابة وبيكونوا على وشك انهم ينهوا حياته. وفي اللحظة دي بيهجم عليهم ديشا وبيدخل معاهم في قتال حاد وبيقدر يخلص عليهم كلهم. وبيحاول الفريق يدور على مخرج علشان يهربوا منه، وبيعرفهم ايزي ان في فتحة في السفينة بتستخدم في الحالات الطارئة لتصريف المية، وفعلا بيلاقوها وبيقدروا يهربوا من خلالها. واثناء ما كانوا في طريقهم لمخزن الاسلحة بتهجم العصابة عليهم وبتحاصرهم، وبيتفاجئوا بكريسماس وهو بيخلص عليهم وبينقذ حياتهم. وبيروحوا لمخزن السفينة وبيشوفوا قنبلة ضخمة، وبيتكلم رود وبيعرفهم انها مستحيل تتعطل الا بجهاز التحكم بتاعها. وبيقرر كريسماس انه يهاجم رحمات وياخد منه جهاز التحكم. وفي الوقت ده بتخرج عربية لسطح السفينة وبيروحوا العصابة عشان يمسكوا الشخص اللي سايقها، وبيكتشفوا انه فخ وبتنفجر العربية وبيتخلص عليهم. وبيخرج الفريق وبيشتبك مع باقي العصابة وبتدور بينهم حرب إطلاق نار شرسة، وبنشوف الفريق وهو بيقاتل بكل قوة وبيقدروا انهم ينهوا حياة عدد كبير من العصابة. وهنا بيظهر تال وبيطعن رود بأداة حادة، وساعتها ديشا بيهجم عليه وبيرميه من السفينة، وبتوصل الطيارة اللي فيها باي. وبيروح كريسماس لأوضة رحمات وبيخلص على الحراس بتوعه، وبيدخل في قتال شرس جدا مع رحمات وبيسدد له ضربات قوية وبيطعنه بأداة حادة. وبيكون رحمات مقاتل شرس وبيستحمل الألم وبيكمل قتال معاه، لكن كريسماس بيستخدم فاس وبيطعنه بيه. وبيتكلم معاه وبيسأله عن جهاز التحكم، وبيعرفوا رحمات إنه مع رئيسه أسلوت. وفي نفس الوقت الفريق بيشوف مارش وهو بيخلص على باي، وبيكتشفوا إنه خدعهم وإنه هو نفسه أسلوت. وبيتضايق كريسماس وبياخد حق بارني وبيخلص على رحمات، وبيخرج يضرب صاروخ على الطيارة اللي مارش هيهرب بيها وبيفجرها. وبيتكلم مارش معاه وبيفهمه انه خلص على باي لانه هو الشخص الوحيد اللي عارف حقيقته، وبيعرفوا ان محدش هيعيش من الفريق بعد ما كشفوه. وفي اللحظة دي مارش بيرمي جهاز التحكم في المية، وبيكون باقي 12 دقيقة والقنبلة تنفجر. وبيعرفهم ديشا ان المركب بتاعته هي الفرصة الوحيدة للنجاة، وبتبدأ العصابة في الانسحاب، وبيوصل الفريق للمركب بتاع ديشا، وبيقطع كريسماس الحبل وبيرفض انه يهرب. وبيروح لأوضة القيادة وبيحاول يغرق السفينة عشان يقلل قوة الانفجار. ووقتها مارش بيأمر عصابته بأنهم يخلصوا على كريسماس، وبيدخل كريسماس في قتال شرس معاهم وبيصيبهم إصابات مباشرة، وبتخلص الذخيرة اللي معاه وبيحس باليأس وبيفقد الأمل إنه يعيش. وفجأة العصابة بتصاب بصواريخ، وبيخرج كريسماس وبيستغرب مين اللي خلص عليهم، وبيشوف مارش بطلقات تخترق جسمه. وبيتصدم كريسماس لما بيشوف إن بارني هو اللي سايقها، وبيروح يركب معاه وبيتكلم بارني وبيفهمه إنه كان بيدور على أسلوت من 20 سنة، وإنه كان لازم يزيف إنهاء حياته عشان يعرف مين هو أسلوت الحقيقي ويخرجه من مكانه. وساعتها بارني بيضرب صواريخ على السفينة وبيغرقها، وبتنفجر القنبلة تحت المية، وبينجح إنه يقلل قوة الانفجار. وبالليل بيجتمع الفريق وبيحتفلوا وبيفرحوا لما بيعرفوا إن بارني لسه عايش. وبيروح كريسماس يرجع لبارني خاتم الحظ بتاعه، وبيسأله عن الجثة اللي شافها في الطيارة، وبيعرفوا بارني إنها جثة رئيس العصابة اللي سرق منه الخاتم. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم.